وقبل أن أخبركم بقصة حب روان وطارق وكيف كان لقائهما، دعوني أخبركم بقصة روان وقطتها والأحداث التي أدت إلى تلك العلاقة المميزة بينهما. حكت لي روان أنه في صباح ما كانت متوجهة إلى عملها، وكعادتها وقفت في الطريق الرئيسي لتوقف الركشة، وهي وسيلة مواصلات شائعة للمشاوير القصيرة في المناطق التي لا تمر بها خطوط المواصلات العامة. لكن ما أثار حيرتها ذلك الصباح أنها نادراً ما كانت تنتظر طويلاً، والأغرب أن أكثر من ركشة مرت أمامها فارغة، ورغم أنها أشارت للسائقين بالتوقف إلا أنهم تجاهلوها وكأنهم لا يرونها، إلى أن ظهرت واحدة وكان اليأس قد بدأ يتسلل إليها، حتى فكرت جدياً بالعودة إلى المنزل لتنتظر شقيقتها كي تأخذها معها في طريقها للعمل رغم التأخير الذي سيحدث، إذ إن مواعيد بدء دوامها تختلف ساعة كاملة عن مواعيد دوام شقيقتها. توقفت الركشة أمامها وسألها السائق إن كانت تريد الذهاب لمكان ما. انتبهت حينها أنها لم ترفع يدها لإيقافه، لكن ذلك لم يمنعها من الصعود بسرعة، وقد شعرت ببعض الارتياح بعد طول انتظار. أخبرته بمكان عملها وأخذت تفكر في المهام التي تنتظرها، لكنه بادرها بالسؤال: مكان عملك في بناية الصحوة؟ أنت بلا شك تعرفين أن بنايتكم مسكونة بالجن منذ زمن طويل، لكنهم من الجن المسلم والحمد لله. ابتسمت روان وقالت: نعم أعرف، لا أظن أن هناك أحدا في المدينة لا يعرف ذلك، لكننا لا نؤذيهم وهم بالمقابل لا يؤذوننا، ولا يظهرون أنفسهم لنا أو يفعلون ما يجعلنا نشعر بوجودهم. رد السائق: أنت تحديدا لن يؤذوك أبدا،